ضغط الدب على الزر فسقطت كومة من الملابس، ثم وضع جميع الملابس في الغسالة وخلع ملابسه أيضا. لكن قبل أن يغادر تذكر فجأة أن هناك خطبا ما، فقد كانت الجوارب الحمراء قد وضعت في الغسالة. أسرع الدب محاولا فتح الباب، لكن مقبضه كان مكسورا. تحول الماء في الداخل إلى اللون الأحمر في لحظة، وانتهى الأمر بجميع السجناء وهم يرتدون ملابس حمراء. نظر إليه أحد السجناء الأقوياء بغضب، لكن الدب تظاهر بأنه لم ير شيئا. قرر أن يأكل أولا، فأخذ ملعقة من الطعام ووضعها في فمه، لكنه شعر بالغثيان فورا وبدأ يشتكي من الطعام. حذره أحد السجناء بلطف من إغضاب الطباخ، لكن الدب لم يخف أبدا. اقترب من الطباخ وناداه بثقة، ثم قدم له اقتراحا، لكن الطباخ كان غاضبا أصلا. قلق السجناء على الدب، لكنه بالخطأ رش الكاتشب على الطباخ. حاول تنظيفه، لكن الملابس اتسخت أكثر. عندما التفت ليطلب المساعدة اختبأ الجميع تحت الطاولة. ازداد غضب الطباخ فأمسك بالدب بضربة واحدة، لكن الدب دفع قطعة خبز في فم الطباخ، وفجأة تغير وجهه. اكتشف الطباخ أن الدب في الحقيقة طاه بارع. اندهش من طعم الساندويتش، وأعلن أن الدب سيكون يده اليمنى. في اليوم التالي بدأ الدب العمل مع الطباخ، وخططا لصنع خبز المربى البرتقالي. استخدم الدب أنفه لالتقاط البرتقال، وعصره الطباخ حتى صار عصيرا، ثم قطعا قشور البرتقال وألقياها في القدر، وأخيرا أضافا السكر الأبيض. صنعا مربى مثاليا. حين حان وقت الوجبة استمتع الجميع بسندويتشات البرتقال، وصفقوا للطاهيين معا. بعد ذلك بدأ الدب بصنع أنواع مختلفة من الحلويات للسجناء، فأصبح السجن مكانا مليئا بالمرح. لكن سرعان ما اشتاق الدب لعائلته، فاتخذ قرارا جريئا بالهروب مع رفاقه. في تلك الليلة قفزوا إلى النفق وزحفوا حتى وصلوا إلى غرفة الغسيل. عبر الأنابيب، دفعوا عربة، ثم تسلق الدب برج الجرس وأمسك بالبندول وصعد. تابع التسلق عبر التروس حتى وصل إلى السطح وأخذ المفتاح. دخل الأربعة إلى قاعة الطعام وأخذوا أغطية الطاولات، كما أخذوا أسطوانة غاز. ثم صعدوا إلى السطح وفتحوا الأغطية، وأشعل الطباخ الغاز فارتفع منطاد الهواء الساخن. هرب السجناء على متنه، وفي النهاية عاد الدب إلى منزله ورأى عائلته.